والله لا يخدك عليا حبيبتي. هي تلاقيت معاها فاش كنت كنصوب اغنيه ديال بنت بلادي، وفي العرس ديالنا غنيت ليها بنت بلادي. حاتم عمور قرر يخرج من الفيلا ديالو ويسكن في دار قريبه ليها باش يرد البال لولادو. موضوع طلاق النجم المغربي حاتم عمور شغل مجموعه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحيث اكد انفصاله عن الزوجه ومديره الاعمال ديالو السيده هند تازي. وكيبان النجم حاتم عمور ما راضيش اطلاقا على الانفصال وانه متالم بزاف من هذا القرار. كلنا شفنا الفتره اللي مرات منها السيده هند تازي بمرضها بالسرطان والدعم اللي قدموه لبعضهم طيله هذه المحطه الحرجه في حياتهم، كانوا رفقاء الدرب في الحياه الشخصيه والعمليه. هذا الخبر اللي تصدر عناوين مجموعه من الصفحات المهتمه بالشان الفني واخبار المشاهير، قصه النجم حاتم عمور وزوجته هند تازي وعلاقه زواجهم اللي دامت اكثر من 14 سنه واللي من خلالها شاركوا مجموعه من اللحظات الزوينه سواء على المستوى الفني او على المستوى العائلي. بزاف الناس اثر فيهم الخبر وبقى فيهم الحال على هذه النهايه المؤلمه، لكن هذه هي سنه الحياه وكل بدايه عندها نهايه. ظروف الطلاق كتم بشكل اتفاقي وبلا مشاكل من اجل مصلحه الابناء ومراعاه للعشره. كنتمنوا يدخلوا الحباب ان هذا القرار ما ياثرش بشكل او باخر على العطاء والابداع الفني اللي دائما عودنا به النجم حاتم عمور. واخيرا الله يدير لهم اللي فيها الخير. كان معكم ميكرو مغربي.